انا محمد احمد، وطبق الفول ده عمره 120 سنه. صلى على النبي. المنظر اللي قدامك ده انت مش هتلاقيه غير في مكان واحد بس في مصر، عند الحاج طه. مكان بقاله اكتر من 120 سنه، ما بيعملش غير فول وفلافل وبيض بالسمنه البلدي، وعنده الطبق اللي باكله ده فول بالسمنه البلدي والثوم، والطبق ده ما يتفوتش بجد، كأنك سافرت في عالم تاني. مجرم بحب قوي الفول ده، اكتر حاجه باكلها هنا الصراحه. ولو انت غاوي الفول بالزيت الحار فده رهيب، طبق الفول الوحيد اللي بينزل معاه نص ليمونه، والفول هناك احلى من اي فول انت ممكن تكون كلته في حياتك، خاصه بقى اللي بالبيض، بيض معمول بسمنه بلدي بجد، مع الفول وتوم وبصل متكرملين. بامانه الفول رهيب. في كمان عندهم شوربه عدس بلسان عصفور، ودي يقال انها كانت اكله السلاطين والامراء زمان، ولا في بقى بطاطس ولا بتنجان ولا الشغله دي خالص. والبيض المقلي عندهم كانك عامله في البيت، حاجه نظيفه من السمنه البلدي، مع شويه الفلافل السخنه اللي بتبقى طالعه قدامك وبتنزل لك، بتبقى وهم. تجربه الحاج طه في رشيد اجباري مش اختياري، علشان ده حرفيا فطار مش موجود في مصر كلها.